السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقة السبانخ. عايزة بقى تعملي جنبها فرخة، عايزة تعملي جنبها لحمة، مش عايزة تعملي جنبها اي حاجة خالص، مفيش ادنى مشكلة. هي السبانخ لوحدها بتأكل نفسها. كل واحد حسب الكمية بتاعته. يعني مثلا احنا علشان العائلة اللي عندها بيحبوش السبانخ قوي، بنجيب نص كيلو كفاية. طيب انت عندك العيلة كبيرة شوية وبتحبه، بنجيب السبانخ. طيب السبانخ معاها ايه؟ دي سبانخ اهي دقيقة واحدة، وهنشوف الخضرة بتاعتها كمان. هقول لكم على خضرة السبانخ اهي. بتبقى معاها ربطة شبت، شايفين الشبت؟ ربطة كزبرة. تمام، دي خضرة المحشي. طبعا ده نص كيلو، فجبت ربطة من هنا وربطة من هنا. بعمل بجيب ربطة السبانخ. في ناس بتغسلها الأول وبعد كده بتخرطها، وفي ناس ممكن طبعا أنا ما بحبش العيدان كتيرة، بشيل بقطع كده اهو، ماشي، وبجمعها وأقوم مقطعاها على الطبق، مقطعاها بالاسلوب ده. خلاص، بعد ما اخلص هقول لكم حبايبي. دلوقتي انا خلاص غيرت عليها الميه، يعني اشيل واحط في المصفى واغسل وارجع انقع تاني في الميه عشان خضره السبانخ تنضف. والحمد لله الميه بقت زي الفل قدامكم اهي. بعد ما اصفيها من الميه وكل حاجه فيها، هقول لكم بقى نطبخها ازاي حبايبي. يلا عشان بقى نقلل السبانخ. معلقه سمنه صغيره، ما تكتريش الماده الدهنيه يا جماعه، لان الماده الدهنيه اللي بنحطها دي للاسف ده سمنه مهدرجه، يعني ما هياش بلدي. يعني ما احنا بنحطها بس عشان الطبيخ، ما تكتريش. بنحط شويه زيت صغيرين ليه؟ عشان الطبيخ ما يجرمسش. الزيت دايما من طبعه ان هو بيفلفل الاكل. فطبعا عشان دي سمنه هولندي، بسيبها تقدح شويه، مش تسخن بس، لا يعني السخونيه تبقى زياده معاها. ليه السخونيه الزياده؟ احنا بنقدح الزيت ما يكون مش كويس، او بنقدح السمنه الهولندي دي عشان اي روايح فيها مش كويسه بتروح في القدحه دي. السمنه بس تسيح ونسيبها تسخن حلوه قوي. وطبعا تعرفي ان هي سخنت قوي واتقدحت اول ما نحط البصل وتعمل طشه كده. هنشوفها دلوقتي. خلاص اتاكدت ان السمنه سخنت. بصوا معايا الطشه، سمعت الصوت ده؟ اعرفي ان السمنه سخنت وخدت ايه راحتها. طبعا دي بصلايه كبيره هي صغيره، هنحمرها كده ونصفرها صفار الذهبي. هنحمر يا حبيبتي البصله، ماشي، وارجع لكم تاني حبايبي. البصله بصوا بدات، بصوا اهي صفار ذهبي كده خفيف اهو، شايفين صفار ذهبي كده، ماشي. اقوم جايبه السبانخ واحطها كده اهو اهو، شايفين اهو. السبانخ دي محطوط عليها كزبره وشبت، الخضره بتاعتها. خلاص يا حبايبي، نعمل ايه بقى؟ اقوم ماسكه السبانخ لما حطيتها عشان انزل ميتها، اقلبها كده اهو، اقلب في الحله كده واقلبها. اقلب فيها كده اهو عشان تمتزج بالبصل، عشان اجيب البصل اللي تحت عشان ما يتحرقش. طيب في نقطة بقى هضيفها دلوقتي، ودي حسب الرغبة.
ايه الحاجه اللي بضيفها؟ بصوا معايا، انا بحب الف السبانخ بشويه رز، كبشه رز، بص كبشه ايدك كده اهو، كبشه كبشه، واغسلها واقوم حطاها على السبانخ تنزل ميتها، والرز كمان يستوي معاها. تمام. طيب في ناس بيحبوا يحطوا عليها بدل الرز برغل عشان تتلف معاها، في ناس تانية بيحبوا يحطوا على الرز شعرية، في ناس بيحبوا السبانخ كده من غير ما يحط عليها حاجة. طبيخك وانت حرة فيه، اعملي اللي انت عايزاه، شوفي اللي يحب اللي انت تحبيه واللي يناسبك، وعاداتك وتقاليدك وبيتكم اللي اتربيتوا فيه، كل بيت وليه طبيخه وعاداته وتقاليده، خلاص نعمل بيها. فإضافة الحاجة على السبانخ دي حرية شخصية. رز، برغل، شعرية، مفيش خالص، مفيش أدنى مشكلة. بصوا يا حبايبي بقلب اهو. تمام. اسيبها بس ايه، شفتم كل مرة السبانخ بتكبر بعد ما كانت مالية الحلة وايه، ده نص كيلو سبانخ. خلاص انا معاها اهو قدامها اهو. انا عاملة ايه، اجيب لكم بقى، بصوا معايا، ده شفشق مليان طماطم، ماشي. حطيت في الشفشق ده مجهزاه معلقه صلصه، شويه ملح، ما كترتش الملح لان عندي شوربه هطبخ بيها. ادي شفشق الطماطم، عليه شويه ملح صغيرين، فلفل اسود، وشويه سكر. ضروري السكر عندك تحطيه في الطماطم، ليه؟ لان ده بيمنع الحموضه في المعده. ده بنعمل معادله بين الملح وبين ايه، الحموضه اللي في معدتنا. وصدقيني والله انا جربتها كتير وفعلا معدتي ارتاحت من ساعه ما بدات احط السكر. طب السكر قد ايه؟ معلقه صغيره، معلقه شاي بس. تمام. طيب انا هقلب تاني اهو واشوف ما عادش فيه ميه فيها اهي. طيب خلاص، اقوم حاطه شفشق الطماطم يتسبك، اللي عليه الملح والفلفل وشويه ايه، السكر يا حبايبي، معلقه سكر صغيره. طيب بس هي تتسبك وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، طبعا انا ايدي فيها بالتقليب، اوعي ايدك ما تبطلش تقليب فيها، علشان خاطر انا حاطه رز او اللي حاطط برغل او اللي حاطط شعريه، يخلي بالك. طيب كده اتسبكت اهي، هقوم حاطه الشوربه اهيت واقلبها بقى كده. تاخد لها بس كام غلوه في الشوربه. تمام. تاخد لها كام غلوه بس في الشوربه، وبعد ما تظبطيش الحدق دلوقتي، استني بس ما تغلي كام غلوه، عشان الملح والسكر والفلفل والكلام ده كله دخل في بعضه. نظبط بقى الحدق. طيب تغلي بس غلوتين، وهقول لك اخر حاجه هتعمليها، بص هتعلي التست بتاعك والنكهه بتاعتك. الحته الجديده اللي انا بقول لكم عليها بقى، ودي حريه شخصيه، بس الحته اللي بعملها دي صدقيني بتعلي السبانخ بتاعك بقى في حته تانية. حته سمنه بلدي، ما عندكيش بلدي تبقى زبده، تومه مفرومه هتحمريها. لما تتحمر ارجع لكم تاني. دي بصوا انا حمرت التومه اهو، معلقه كزبره اهي. نقطه بس معلومه، ما تحطيش الكزبره الا لما التوم يخش في اللون ايه، الذهبي. اقوم اعمل ايه بقى، اقوم جاي احطها على السبانخ، طشه زي طشه الملوخيه بالظبط. بصوا معايا كده اهو، زي طشه الملوخيه.
واظبط الحط. صدقيني الطشه بتاعت التوم دي بتودي السبانخ في حته جميله جدا. وبرضه مامتي الله يرحمها كانت تقول ايه، كل شيخ وله طريقه، وكل بيت وله طريقه. فانت حابه حبايبي تعملوا طشه التوم تمام، عايزين من غير طشه تمام، بس نصيحه مني لكم، الطشه دي بتودي السبانخ في حته تانية. كده خلصنا، كل سنه وانتم طيبين، باي باي.